طول عمري بخاف من الأماكن اللي بيترمي فيها القمامة أو النفاية، اللي هي الخرابات اللي بتبقى جنب البيوت دي. مش عارف ليه الإحساس ده كان بيجيلي من الأماكن دي، يمكن عشان شفت فيها كذا حاجة على مدار حياتي، مش عارف. ولكن اللي أنا حسيت بيه وعايز أنقل لك الإحساس ده، إن أنا لما بعدي من جنب الحاجات دي كنت بحس إن في حاجة مش مظبوطة. كان عندي 17 سنة وكنت راجع من زيارة ناس قرايبنا. كانت الساعة ساعتها 10 بالليل أو 11، بس الشارع كان فاضي خالص. نزلت من المواصلات ودخلت الشارع بتاعنا. الخرابة دي موجودة على أول الشارع كده، يعني في شارع جانبي من أول شارعنا. أول ما دخلت لقيت قطط كتير عمالة تنكش في الزبالة اللي في الخرابة دي. كان عدد كبير جدا من القطط، يعني كأن في أكل كتير، مع إن اللي كان واضح إن كله ورق وحاجات وأكياس وحاجات كده ممكن ما يكونش فيها أكل يعني. فأنا معدي ببص بعيني عليهم كده، لقيت قطة منهم عينيها منورة، بس عينيها منورة بطريقة غريبة. النور بتاعها كأن في كشافين منورين، مش كأن مثلا عين قطة عادية والإضاءة منعكسة فيها، لا، ده الضوء كان طالع من عينها كأنه كشاف، وكشاف قوي كمان. وبعدين لما القطة دي شافتني ببص لها، فضلت هي كمان تبص لي. أنا اترعبت جدا ورحت جاري على البيت على طول. بس بصراحة الموضوع فضل معلق في دماغي كام يوم، وأحيانا كنت بحلم بنفس القطة دي موجودة في البيت عندنا. ده في مرة من المرات كنت قايم بالليل عشان أروح الحمام، فوأنا في طريقي للحمام حسيت ان في حاجه ماشيه ورايا، صوت خطوات بسيط قوي ماشي ورايا. كل ما ابص مش بلاقي حاجه. المهم ان انا اول ما وصلت عند الحمام لقيت القطه دي واقفه جوه. انا توقعت اني بحلم، لكن لما قربت منها شفتها بعيني، شفتها واقفه وبتبص عليا بنفس البصه اللي كانت بتبصها لي قبل كده، وهي نفس القطه. طبعا اترعبت جدا ورحت راجع الاوضه تاني، وفضلت افكر في شكل القطه وهل دي حاجه حقيقيه ولا انا كان بيتهيألي. المهم ان انا رحت مستجمع شجاعتي ورحت رايح الحمام تاني، بس المره دي ما كانتش موجوده. في مرة برضو في ليلة واحنا راجعين من عند زيارة لناس قرايبنا، كان يوم خميس بالليل، مش هنساه اليوم ده. كنا معديين على الخرابة دي وانا راكب العربية مع والدي ووالدتي، وانا ببص من الشباك لقيت نفس القطة دي واقفة على الهوا. يعني حتى قعدت ادقق كده ابص اشوفها واقفة على حاجة مثلا ولا كده، لقيتها واقفة على الهوا كأن مفيش حاجة تحتيها، وبتبص بنفس بصة العين اياها اللي انا شفتها قبل كده. انا اترعبت جدا وقعدت اقرا قرآن في سري بحيث الموضوع ده يروح من دماغي، لان كان مسيطر عليا جدا. وقعدت كام يوم المشهد ده راكب في دماغي بطريقة غريبة. المهم ان انا قررت بعديها ان انا ما اعديش من جنب الخرابة دي تاني، شوف اي طريق تاني يوصلني للبيت غير الطريق اللي انا بدخل منه كل مرة ده. وفعلا عملت كده، اختفت كل الحاجات اللي كنت بشوفها دي، والقطة ما بقتش تجيلي في المنام خالص. المرة دي كان عندي 23 سنة، كنت في الوقت ده بشتغل. مرة وانا راجع بالليل، احنا كنا بنسهر كتير في الشغل، فكنت راجع مرة بالليل الساعة 1 أو 2 كده، فوانا راجع في الطريق بعدي على كذا خرابة، كان ما بين الشارع والتاني خرابتين وثلاثة. كنت معدي من شوارع جانبية عشان اطلع على الشارع الرئيسي واركب مواصلات واروح بيتنا. فوانا معدي لقيت كلب طلع لي من وسط القمامة دي وراح واقف قدامي وفضل يزوم. حاولت ابعده عن طريقي، انا ما كنتش بخاف من الكلاب زمان، ولكن هو كان واقف ومسلط عينه عليا، لدرجة في لحظة كده حسيت ان هو عمل لي تنويم مغناطيسي. وقفت قدامه ما بقتش عارف اعمل ايه. يكشر ويبين سنانه كده بطريقه مرعبه، وبيعمل اصوات غريبه، وفي نفس الوقت لاحظت ان على اسنانه في دم. ما كانش شكله كلب بلدي خالص، لانه من نوع او سلاله كويسه، ولكن صاحبه رماه في الشارع. حاولت ارجع خطوتين لورا، لقيته هو كمان بيقدم ناحيتي. في الاخر ما لقيتش حل غير ان انا اطلع اجري، وفعلا جريت وهو فضل يجري ورايا، بس في حته كده ببص عليه ما لقيتوش، مع اني متاكد انه كان بيجري ورايا. انا عارف سلوك الكلاب بيبقى عامل ازاي، وطريقة التعامل مع البني آدمين والخوف والكلام ده، وإزاي بيقدروا يشموا ريحة الأدرينالين اللي في جسمنا ويعرفوا إحنا خايفين ولا لأ. أنا فاهم الموضوع ده كويس، لكن الكلب ده كان سلوكه غريب قوي. المهم إن أنا بعد ما روحت البيت في اليوم ده قعدت أفكر في الموضوع، وقعدت أبحث وأدور فيه وأشوف ليه الكلاب بتعمل السلوك الغريب ده. بس في مرة كنت سهران في المكتب سهرة طويلة، وانا راجع بقى في اليوم ده شفت نفس الكلب ده جوه الخرابة. اتفاجئت ان هو عمال بياكل حاجة، والحاجة دي بتقاوم. كان واضح جدا ان الحاجة صحي، وهو كان بيعمل اصوات مرعبة جدا وهو بياكل الحاجة دي. لما دققت شوية كده للحظة كده تخيلت ان هو بياكل جسم بني ادم صغير، طفل مثلا او كده، بس حركة الجسم ده كانت عنيفة جدا، يعني ده لو طفل مش هيتحرك بالعنف ده. حاولت ادقق على الكلب، راح باصص لي حتة بصة وعينه كانت بتلمع في الضلمة بطريقة مرعبة. رحت مروح على البيت على طول. طبعا الكلام اللي انا بحكيه لكم ده كان زمان، لكن في فترة من الفترات كده الحكومة قررت إنها تشيل كل الخرابات اللي في الأماكن اللي موجود فيها دي. فعلا بدأوا يشتغلوا على الموضوع ده، وفي ظرف أسبوع كانت كل الشوارع نظيفة ومفيش ولا خرابة موجودة. بس عايز أقول لكم اللي حصل بعديها كان أصعب ما كانت الخرابات موجودة. بدأت الناس تشتكي إن الكلاب بقت شرسة جدا في الشارع، يعني بقوا يهاجموا أي حد ماشي لوحده أو حتى ماشي مع مجموعة، وكان عدد الكلاب كبير جدا. وكمان كانت حوادث الهجوم بتاعت الكلاب كانت عنيفة. يعني في مرة جار لينا حكى إن هو راجع بالليل الكلاب هجمت عليه وعضته في كل حته في جسمه، وهو ما قدرش يهرب منهم، حاول يقاوم بكل الطرق، ولكن الكلاب كانت شرسه جدا. عايز اقول لكم ان هو لما قعد يقرا قران اثناء ما الكلاب كانت بتهاجمه، في ثواني الكلاب كلها جريت. ايام ما كنت بدور على شقه عشان اتجوز فيها كنت بحاول الاقي شقه
يكون سعرها متناسب معايا. وفعلا ربنا وفقني ولقيت شقه في دور سادس شارع جانبي من شوارع فيصل، واخدت الشقه دي فعلا وبدات اشطب فيها. كل مره لما كنت اروح كنت احس بجو غريب تحت العماره دي كده. هي العماره دي كان جنبيها بيت قديم، والبيت القديم ده كان متحول تقريبا لمقلب للنفايه. كل الناس بترمي القمامه بتاعتهم فيها. كنت كل ما اعدي تسمع صوت 2 بيتخانقوا كده. كنت كل ما اسال اي حد في الشارع هو البيت ده فيه حد ساكن فيه، يقولوا لي لا ده من زمان ما حدش ساكن فيه واهله سايبينه من زمان، يعني بيت قديم كده وكان دورين والكهرباء قطع عنه وما فيهوش اي خدمات لانه بيت قديم يعني زي بيت مهجور كده. المهم في مره وانا راجع بالليل قربت كده عشان ابص على البيت ده من جوه عامل ازاي. طبعا لما قربت لقيته مليان فيران من جوه، فيران بكميه رهيبه، بس اصوات الفيران دي كانت غريبه حبتين. يعني انا عارف ان صوت الفيران العادي الصوت اللي هو زي الزقزقه ده، الاصوات دي شبه اصوات الوحوش او الاسود. كان صوت الفيران عامل شويه زي صوت الكلاب وهي بتزمجر، وبعدين حجم الفار ما كانش بالحجم اللي انت عارفه، مش فيران جرزان، لا الجرزان اللي هي الفيران الكبيره، لا ده كان فيران كبيره جدا، يعني ممكن الفار يكون قد القطه واكبر من القطه كمان، وكانوا بيتحركوا بسرعه رهيبه، مع العلم ان الفيران اللي هي الجرزان ما بتعرفش تجري اصلا، واسهل حاجه ممكن تصطادها هي الفيران الكبيره، لكن الفيران دي كان شكلها مفترس جدا. المهم ان انا كنت شامم ريحه وحشه جدا في البيت، قررت ان انا ابعد واطلع الموضوع من دماغي، ورحت طالع بيتنا فوق. البيت اللي انا كنت واخده ده فيه شباك فيه بيبص على البيت اللي هو فيه الخرابه، فكنت ساعات بطلع اتفرج من فوق كده وابص. مره لقيت قطه عماله تجري وكأن في حاجه بتخوفها، تجري شويه كده وترجع تقف وتعمل وضع الهجوم انها هتهجم على حاجه يعني، وبعدين ترجع تجري تاني، تطلع اصوات غريبه بقى وهي بتجري. حاولت ادقق واشوف في ايه، مفيش. بس في مره تانية وانا في البيت، انا ما كنتش عايش في البيت ده، كنت بروح بس بتابع التشطيب بتاعه، يعني بقعد فيه ساعه ولا 2 وامشي. اتفاجئت ان في ظل في البيت ده بيتحرك جوه، ظل ماشي بالراحه، ظل بني ادم مش حيوان يعني، لانه ماشي بالراحه جدا، اتحرك من مكان لمكان، والحته اللي هو بيتحرك فيها كل المخلوقات اللي في البيت سواء قطط او فئران او اي مخلوقات بتجري عكس الاتجاه على طول، كأن الحاجه اللي بتتحرك دي حاجه مرعبه جدا، لدرجه جالي فضول ان اعرف ايه هي الحاجه دي، يعني الفضول كان ماسكني بطريقه رهيبه ان انا عايز اعرف ايه الظل ده. فرحت جايب كاميرا صغيره كده وحطيتها على الشباك، وقلت هروح والمره الجايه اشوف الكاميرا سجلت ايه. وفعلا سبت الكاميرا ومشيت، وجيت لها بعد يومين بعد ما العمال مشيوا من الشقه، دخلت طلعت الميموري كارد من الكاميرا حطيتها في الكمبيوتر وبدات اتفرج. طبعا اول الدقايق من التصوير ما كانش فيها حاجه، لكن بعد تقريبا ساعه كده او ساعه ونص بدات المخلوقات اللي في المكان كلها تطلع تجري عكس الاتجاه زي ما حكيت لكم، بس الظل ما كانش باين، ولكن قطه من القطط وهي بتجري كان باين كانها حد دايس عليها، يعني انت متخيل كانك دايس على دي القطه وهي مش عارفه تجري، وعماله تخربش بقى وتعمل اصوات، لكن مفيش حاجه ماسكاها، كانها مغروزه في الارض، وتصوت صويت مرعب جدا لدرجه ان انا بتفرج على فيديو يعني مش حاجه قدام عيني، ولكن حسيت باشعاره في جسمي غير عاديه. المهم ان انا قررت ان انا اعرف البيت ده فيه ايه، مش هدخله ولا حاجه، من بره كده هحاول ادخل الكاميرا جواه بس من غير ما ادخل. وفعلا رحت جايب حبل ورابط الكاميرا ومنزلها من فوق، واول ما نزلتها وبقت جوه البيت فضلت اظبط الزاويه بتاعتها بحيث انها تجيب المكان كله، ورحت رابط الحبل في الشباك وروحت. لما رجعت المره اللي بعديها اتفرجت على الفيديو وكانت الصدمه. الفيديو كان رايق جدا في الاول ومفيش اي حاجه، فئران عماله تجري، قطط بتتنطط وبيلعبوا مع بعض، لكن على الساعه 1 بالليل كده ما الكاميرا بتحط التوقيت اللي هي بتصور فيه، لقيت قطه من القطط وقعت على الارض كانها بتحتضر وبتموت. بس الغريب بقى ان وهي بتحتضر ان جسمها كله كان بيجيب دم من كل حته، وباين جدا ان في حاجه ماسكاها وبتعصرها، وعين بعدها في ثواني القطه ماتت. انا طبعا اعصابي باظت بعد ما شفت الفيديو ده، فقررت افرجه على حد من صحابي اخد رايه، يمكن انا بيتهيألي ولا حاجه. المهم ان لما صاحبي كان بيتفرج على الفيديو اتفاجئت ان مفيش ولا مشهد من اللي انا شفته ده كان موجود، والموضوع بعديها تعبني نفسيا جدا لان مفيش حاجه طلعت لي بعينها، كلها حاجات تخيلات وتهيؤات. فقررت ان انا لازم اخرج الموضوع ده من دماغي، وفعلا قعدت كام يوم كده ما افكرش في الموضوع ده. بس مره وانا راجع من الشقه بالليل بعد ما العمال خلصوا وانا استلمت منهم، وانا راجع بالليل حسيت في حد بينده عليا من جوه البيت ده وبيقول اسمي، بيقول اسمي بوضوح قوي، كان صوت طبيعي بس في بحه كده، صوت بني ادم عادي خالص بس في بحه مرعبه شويه. لما جيت ابص على البيت من جوه قربت من الشباك المفتوح، هو البيت كله كان الشبابيك بتاعته مكسره، ولكن كان في شباك منهم هو اللي بيبين البيت كله، ده كان مقفول. عايز اقول لكم ان انا شفت نفسي واقف جوه البيت بنفس الشكل اللي انا عليه، بنفس اللبس اللي انا بلبسه، كاني واقف جوه. فلما بصيت لقيت اللي شبهي ده عمال يبص عليا وينده لي يقول لي تعالى. طبعا انا في لحظه قررت ان انا اجري، فضلت واقف متسمر مكاني، فعلا قدرت اهرب. كنت حاسس برعب غير عادي، والموضوع فضل مسيطر عليا كام يوم، كان يوميا المشهد ده بيجي لي في الحلم، قعد فتره طويله كل يوم احلم بنفس المشهد ده، لدرجه ان انا حسيت ان اللي حصل ده كان حقيقي وما كانش حاجه بيتهيأ.
المهم بعدها فكرت جدية ان انا اسيب الشقه، مش مشكله اخسر اللي انا دفعته فيها، لان مش هينفع اعيش في الجو ده ولا اجيب زوجتي واولادي يعيشوا في الجو ده، خاصه ان البيت ده كان لازق في العماره، والبيوت دي دايما بيبقى فيها روح كده مش طيبه خالص، تحس وانت بتعدي من قدام البيوت دي ان في حاجه مش مظبوطه، في حاجه كده، انت تعبان نفسيا مش مرتاح. المهم رحت لصاحب الشقه وقلت له انا عايز الغي عقد الايجار. الراجل استغرب، قال لي ليه خير وكده، فحكيت له على الحكايات دي. قال لي لا ده البيت ده هيتشال قريب وما تقلقش وما اعرفش ايه والكلام ده، واداني وعود بانه هيسرع ازاله البيت ده، وكمان قاعد يقول لي ان انت هتخسر فلوس وخساره التشطيب اللي انت عملته وكده والكلام ده. فهو بصراحه اقنعني، بس بقيت كل مره وانا رايح بكون حذر جدا وبحاول ما اركزش مع اي حاجه تحصل قدامي. هي المشكله ان انا كنت بروح البيت ده دايما بالليل. مره من المرات رايح ناحيه البيت، هو طبعا لازم تعدي من قدام البيت اياها ده عشان اوصل للبيت بتاعي، مفيش طريق تاني. لقيت الزباله بتتحرك قدامي، هو يبان ان في هوا هو اللي بيزقها، بس هي بتتحرك بشكل غريب جدا، كأن في حاجه هي اللي بتشدها مش بتاثير الهوا يعني. والزباله فضلت تتحرك لدرجه انها سدت الشارع، وانا لازم عشان اعدي لازم ادوس عليها. كل الاحداث اللي حصلت جت قدام عيني في لحظه، بدات اخاف جدا جدا وفكرت ان انا ارجع واجي تاني يوم، بس للاسف كان في حاجه مهمه جدا لازم اطلع اعملها في الشقه. فجربت ان انا رحت مقرب من الزباله شويه كده وجربت ازقها برجلي. كل ما بشوط ورقه كنت بحس اني بشوط قطه. وطبعا يبان لك ان كل الكلام ده تاليف وكده، لكن ده حصل فعلا. جايز اكون انا بيتهيأ لي حاجات، ولكن الكلام ده حصل. الكلام ده مش تاليف ولا هو من نسج الخيال. المهم ان انا قدرت اعدي من على الزباله دي ووصلت البيت. طالع السلم ما كانش فيه اسانسير. لما وصلت للدور الاخير، هي الشقه كانت في الدور الاخير ومنها للسما على طول، يعني فوقيها السطح. حسيت كده ان لون السما غريب، ده غير بقى كميه الابراس اللي كانت بتجري حواليا وانا طالع البيت. هو الوقت ساعتها كان الساعه 9 بالليل، بس الدنيا ضلمه. عايز اقول لكم ان انا وصلت لحد باب الشقه والنور راح قاطع. طبعا كميه رعب مش طبيعيه، وبقيت في الضلمه اللي انا واقف فيها دي شايف كل حاجه بوضوح، الابراس اللي بتجري والفيران. رحت نازل جري لدرجه اني كنت بتشقلب على السلم وانا نازل. طبعا بعدها رحت مكلم صاحب الشقه وقلت له ان انا مش عايز الشقه دي خلاص، وفعلا فضيت العقد معاه واخدت فلوسي، بس طبعا خسرت الجزء اللي انا عملت فيه التشطيب. فاللي عايز اقوله لك ان انت ممكن الحاجات دي كلها تكون بتتخيلها او بيتهيأ لك، ولكن انا عايز اقول لكم ان في حاجات من اللي انا شفتها دي كنت بلمسها حقيقي. يعني وانا بشوط الزباله كنت فعلا حاسس اني بشوط قطه. وكمان لما قابلت ناس من الشارع وحكيت لهم على اللي حصل ده، فكلهم قالوا لي ان البيت ده مهجور ومحدش بياخد اي شقه في العماره دي بسبب البيت ده. معظم الناس اللي سكنت في العماره دي يا اما اختفوا يا اما نهايتهم ما كانتش حلوه. فخد بالك كويس جدا من اي مكان فيه خرابه، لان انت مش هتتخيل ايه اللي ممكن يكون موجود تحت شويه الورق دول.